الحاجة الوحيدة اللي مستعدة استثمر فيها فلوسي طول عمري هي اي حاجة ممكن تعلمني انجليش، خصوصا لما تكون حاجة بروفيشنال زي دي. تعالوا احكي لكم تجربتي مع كتاب اهم 5000 جملة هتحتاجهم في الانجليزي. اول حاجه وهي فكره الكتاب اصلا، حفظ الجمل دي في حد ذاتها اصح بكتير من اننا نقعد نحفظ كلمات بشكل منفرد، لان ده بيخلينا نتكلم اسرع من غير ما نقعد نفكر في كلمه كلمه ونترجمها في دماغنا الاول قبل ما نقولها، زي ما الاطفال بتتعلم بالظبط. ثانيا ان الكتاب متسجل صوتيا بالكامل بصوت امريكي، ومعاه كورس نطق ومحادثه، وكمان في جزء مخصص بالبيزنس انجلش، وده بصراحه ما شفتوش في اي كتاب تاني. ثالثا وده الاهم، اني كنت فاكره نفسي ممكن اتوه او اذاكر شويه واكسل، بس لقيت ان في خريطه للتعلم فيها جدولي، والجزء اللي هذاكره يوم بيوم، وده فرق معايا جدا وساعدني اذاكر بانتظام. الجميل ان الباندل فيها كمان كتيبات كده صغيره ساعدتني اغير المايند سيت بتاعتي عن الطريقه اللي بتعلم بيها انجلش، واللي بتكون السبب غالبا في اننا نذاكر شويه وما نكملش، خصوصا انها نتيجه تجارب ناس بتتكلم 10 و15 لغه، يعني كلام متجرب مش مجرد كلام وخلاص. فلو انتوا زيي مهتمين انكم تطوروا الانجليش بتاعكم بس مستنيين زقه، اعتبروا دي الاشاره انكم تبداوا دلوقتي. هسيب لكم اللينك اللي جبت منه الكتاب عندي في البايو، واسم البيج تحت في الكابشن. and see you soon.